ونروح بعد كده للمركز السادس مع رمز المختلين عقليا في عالم الأفلام نورمان بيتس من سلسلة أفلام سايكو، اللي صنف كمركز تاني من المعهد الفيلم الأمريكي لأعظم الأشرار في عالم الأفلام. والمرعب فعلا بأن الشخصية دي مقتبسة من قاتل مجنون حقيقي، لك أن تتخيل في ناس كده فعلا. ونورمان بيتس ظهر أول مرة في رواية سايكو سنة 1959، وبعدها بسنة نزل الفيلم الأيقوني في عالم السينما اللي من النجاح اللي تلقاه، خصوصا أنه المركز ال34 كأقوى الأفلام في التاريخ، اتعمل له فيلم تاني وتالت ورابع كمان، والتاني هو الأقوى فيهم الصراحة، وكلهم من أداء العالمي أنثوني بيركنز اللي بقى معروف بشخصية نورمان بيتس في السينما. ولولا أنه مات في 1992 كان هو اللي كمل لعب الشخصية في الأعمال اللي بعد كده. وفي ممثلين تانيين لعبوا الدور ده بالمناسبة، لكن اللي لفت انتباهي شوية ألفريد توماس اللي لعب الدور في مسلسل بيتس موتيل. بسم الله ما شاء الله، الفندق بتاع نورمان بقى معلم في عالم الأفلام وبيتعمل له مسلسلات كمان. والغريب إنه واحد زي ده يلعب الدور، واحد مثل دور الدكتور في مسلسل جود دكتور. انتوا متخيلين التناقض الغريب؟ وشخصية نورمان مميزة عن أي شرير تاني، بحيث إنه طيب وغلبان وذوق جدا، فعلا يقطع قلبك من طيبته والله، وما تشكش فيه أبدا للحظة. لكن فجأة كده يقتل في البنات، بما إن أمه مربياه من صغره إن البنات كلهم شمال، وكمان يتصدم من جثث البنات اللي هو قتلها بدون ما يحس، لأنه مش طبيعي وعنده انفصام في الشخصية، جواه شخصيته وشخصية أمه نفسها. فاهمين حاجة؟ بيعامل البنات كويس بنية صافية فعلا، هو فعلا طيب مش هزار، وبعد كده يقتلهم بشخصية أمه ويتخلص منهم علشان يرضي أمه ويتستر عليها اللي هو قتلها من سنوات طويلة ومحتفظ بجثتها المتحنطة. لكم أن تتخيلوا الجنان اللي وصله، لأن أمه كانت بتعذبه زمان، وكمان بيتخيل إنه بيشوفها وبيتكلم معاها، وهو بنفسه اللي بيعمل المحادثة ما بينه وبين أمه. انتم متخيلين معايا اللي بقوله ده؟ ما علشان كده الشخصية دي أيقونية مش من فراغ.